يا مساء الحلويات عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا امنيه سامي اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده بقى اي بيت مصري بيعشقها، حلويات الزمن الجميل اللي ما فيهاش اي تعقيدات ولا خزعبلات ولا ترندات. الحلويات البسيطه الجميله، البسبوسه البيتي. بسبوسه خطيره دايبه دوبان. هعرفكم النهارده طريقه بسيطه وسهله جدا هتعملوا بيها البسبوسه ومش هتحتاجوا تجيبوها من بره تاني. بكام مكون بسيط هتعملوه وهتبقوا محترفين في عمايل البسبوسه، فخليكم معايا عشان تشوفوا طريقتي بالتفصيل. اول حاجه هنبدا نجهزها وهي شربات البسبوسه. شربات البسبوسه هو عباره عن كوبايه من السكر، والكوبايه تكون وسط، لا كوبايه كبيره قوي ولا صغيره قوي، وعليهم كوبايه ونص من الميه. الكوبايه اللي هنعاير بيها السكر هي نفسها الكوبايه اللي هنعاير بيها الميه عشان تكون نسبه الميه والسكر مظبوطه بالظبط. وعليهم حبايه واحده من المستكه. المستكه ده بنجيبه من العطار، يا ريت يبقى نوعه كويس بيتوزن بالجرام كده. بنحط حبايه واحده وعليهم حبايه من الحبهان، ونبدا بقى نسخنه لحد ما يغلي. اول ما يغلي نستنى 3 دقايق، يعني الشربات معانا يغلي غلوتين كده، ونقفل البوتاجاز على طول. الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف، بيبقى قوامه زي قوام الميه شويه. هنا المكون الاساسي بتاعنا، بنجيب كيس من البسبوسه اللي هو اسمه ماركيز، موجود عند اي عطار عند اي سوبر ماركت. اهم حاجه بيبقى ليه خطوات عمايل ورا الكيس، ما نمشيش عليها، امشوا على الخطوات اللي انا اقولها لكم دي واضمن لكم بسبوسه ناجحه جدا. هننزل بقى بمحتويات الكيس في بوله، وننزل عليهم بعلبه من الزبادي الصغيره، مش علبه كبيره، علبه صغيره. بعدين بنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبده او السمنه. اهم حاجه ان الزبده تكون ماسكه نفسها شويه عشان معلقتين يبقوا مليانين، احنا عايزين معلقتين مليانين مش ممسوحين، لان لو نزلتوا بالسمنه او الزبده سايحين خالص ميه فهتبقى كميه الزبده اللي احنا عايزينها للوصفه قليله جدا. فلازم نكون الزبده ماسكه نفسها شويه. وننزل عليهم باقل من الربع من البيكنج باودر، يعني اقل من ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان ما تنفش معانا قوي. هنبدا نقلب المكونات مع بعضها بمعلقه، وبعد كده نغسل ايدينا كويس ونبدا نعجن. اهم خطوه في البسبوسه العجن، عايزين نعجن فيها شويه لا تقل عن 5 دقائق. بعدين بنجيب صينيه متوسطه، هنبدأ بقى ندهنها بالسمنة كويس، نوزع السمنة من تحت وفي الجوانب كويس جدا. بعدين ننزل بخليط البسبوسة، بعدين بنبل كف ايدينا بالمية، وبعد كده نبدأ نساوي البسبوسة بالراحة كده لحد ما تبقى السطح متساوي كله مع بعضه. هنا صينية البسبوسة بقت جاهزة معانا، ندخلها فرن سخن بقى قوي. بعد شوية، بعد ربع ساعة كده بنفتح عليها، لقينا الأطراف بتاعتها بدأت تحمر، بنقفل من تحت ونفتح بقى الشواية. بتاخد في الشواية بالظبط من 2 ل3 دقايق، ما نسيبش البسبوسة خالص، عينينا عليها لأنها بتاخد لون بسرعة جدا. لو بتحبوا البسبوسة بالمكسرات في المرحلة دي قبل ما تدخل الفرن بتحطوا المكسرات على وشها، لكن احنا عندنا مش بنحبها بالمكسرات فما ضفتش ليها أي مكسرات. هنا حبيت أعمل لها قشطة، ممكن تحطوا على البسبوسة قشطة سكة عادي، أو تعملوا الطريقة اللي هوريها لكم دي لطريقة عمايل القشطة. هنجيب نص كوباية من اللبن الساقع جدا، عليه معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ونضربهم كويس لحد ما يعملوا فوم، وعليهم كيس من الفانيليا. بعدين هننزل عليهم بمعلقتين كبار من القشطة. القشطة اللي أنا مستخدماها هنا دي هي قشطة وش اللبن، لو ما فيش قشطة ممكن تجيبوا القشطة اللي هي المعلبة اللي تتباع في السوبر ماركت أو عند بتاع اللبن. وبعدين بضيف معلقة كبيرة من اللبن البودر، بيدي دسامة كده للقشطة، بيخليها طعمها غني جدا. وبعدين بضرب المكونات كلها كويس جدا مع بعض، وبعد كده تبقى القشطة جاهزة معايا. احطها في اي علبة في التلاجة لحد ما البسبوسة تخلص معانا، وبحطها فوق البسبوسة وقت التقديم. بجد طعمها خطير، كريمية كده، شايفين شكلها عامل ازاي، كانت خطيرة. هنا طلعت لكم البسبوسة عشان اوريكم ان احنا امتى بنفتح الشواية، لما نلاقي الاطراف زي ما انتم شايفين كده بدأت تحمر معايا. طبعا البسبوسة غير اي حلويات لازم الشربات بتاعها يبقى سخن وهي تبقى سخنه، يعني اول ما تطلع من الفرن سخنه يكون الشربات بتاعنا برضو سخن. انا هنا بوريكم السمك بتاع الشربات بتاعي بيبقى عامل زي الميه. هنا البسبوسه هي خلاص اخدت اللون انا عايزاه. عايزين تغمقوا لونها عن كده دي حاجه ترجع لكم، اهم حاجه ما تسيبوش الشوايه شغاله وانتوا بعيد عن البوتاجاز لانها بتاخد لون سريع جدا. هنبدا بقى ننزل بالشربات وهو سخن على البسبوسه، والبسبوسه بتاعتنا سخنه. اهم خطوه معايا بقى عشان البسبوسه تفضل طريه معايا، ان انا بغطي عليها وهي سخنه كده لمدة نص ساعة، وبعد كده بندخلها التلاجة لمدة ساعة كده تمسك معانا عشان نعرف نطلع البسبوسة الخرطة بخرطتها. لو انتوا قطعتوها وهي سخنة هتفرول منكم وهتفتفت منكم خالص. هنا بعد ما عدى ساعة وطلعتها من التلاجة زي ما انتوا شايفين بتقطع معايا بكل سهولة، والقطعة بتطلع معايا زي ما هي. بجد هي كده كمان من غير اي اضافات خطيرة، شايفين المرملة ازاي ودايبة، يعني من غير اي مكسرات من غير اي قشطة، هي كده تحفة. زي ما قلت لكم لو انتوا حابين تضيفوا ليها اي مكسرات بتحطوها وهي
قبل ما تدخلوها الفرن، تحطوا المكسرات عليها وتضغطوا عليها ضغطه بسيطه كده وتدخلوها الفرن. انا هنا حطيت على وشها بقى القشطه اللي انا عملتها، كان طعمها اكتر من الرائع. بجد لازم تجربوا الطريقه دي انجح طريقه لعمايل البسبوسه، مش هتفرقوها خالص عن طعم الجاهز، بل طعمها احلى بكتير. انا بطلت اشتري بسبوسه خالص من بعد ما اتعلمت الطريقه دي. عشاق البسبوسه بقى لازم يجربوا الطريقه دي، لانهم بجد هيبقوا محترفين في عمايلها. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. ونفسه في اي اكله واي وصفه يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله انفذها له. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.